كتير مننا بيلاحظ كلكوعة صغيرة ظهرت فجأة تحت الجلد، يا إما في الرقبة أو تحت الفك أو تحت الإبط، فيبدأ يقلق. هل دي غدة ولا حاجة أخطر؟ طيب أسيبها ولا أروح أكشف؟ النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الغدد الليمفاوية، إمتى حجمها بيكبر وإمتى نطمن وإمتى نقلق ولازم نروح نكشف. أنا دكتور إسلام، ولو أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان المعلومة توصل لغيرك. الغدد الليمفاويه دي عقد صغيره موجوده في اماكن كتير في جسمك، وظيفتها انها تشتغل زي فلتر او نقطه تفتيش، تمسك اي ميكروب او فيروس او جسم غريب وتحجزها جواها عشان جهازك المناعي يتعرف عليها ويخلصك منها. فلما يحصل عدوى او التهاب في المنطقه اللي الغده دي بتخدمها، الغده نفسها تنشط وحجمها يكبر لحد ما تخلص شغلها. يعني مثلا الغدد اللي بتظهر في الرقبه، ده اكتر مكان الناس بتحسها فيه وبتكبر غالبا بسبب نزلات البرد او التهابات الحلق او اللوز. الغدد اللي بتظهر تحت الفك بتظهر مع مشاكل الاسنان واللثه، وكمان الغدد اللي بتظهر تحت الابط ممكن تكبر لو في التهابات في الدراع او الصدر او حتى مشاكل في الجلد. المهم عاوزك تركز معاي عشان الكلام اللي هقوله ده اهم جزء في الفيديو. الغدد الليمفاويه ممكن تكبر لسببين. السبب الاول، وده في اغلب الحالات، لما الغده تكون بتحارب ميكروب او في التهاب، تكبر بشكل مؤقت لحد ما تخلص شغلها، والسبب ده عرفناه. السبب الثاني ودي النسبه الاقل، لو في ورم، وهنا لازم نقلق. الورم ممكن يكون في الغده نفسها، ليمفوما، الخلايا الليمفاويه نفسها اللي المفروض تحمينا تتكاثر بشكل غير طبيعي وتعمل ورم، وممكن تظهر في كذا مكان في الجسم. حضرتك تسالني سؤال مهم: ازاي اعرف ان الغده اللي ظهرت دي غده عاديه او لا قدر الله ورم؟ بص يا باشا، لو الغده دي ظهرت لك مع دور برد او التهاب وتحسها كده تلقاها طريه شويه وفيها الم، فدي بتعمل شغلها وهتاخد وقتها وهتختفي باذن الله. اما لو الغده دي بتكبر بسرعه، صلبه ولازقه في الانسجه، ما بتتحركش، ما فيهاش الم خالص، وبتظهر مع اعراض تانية زي حراره مستمره، فقدان وزن، تعرق بالليل، ارهاق وتعب في الجسم كله، دي كلها علامات اول ما تشوفها لازم تروح لدكتور. كمان في حاجه مهمه، ممكن بعض الغدد الليمفاويه تكبر لو في ورم في مكان تاني. يعني مثلا لو لا قدر الله واحده عندها ورم في الثدي، نلاقي الغدد اللي تحت الابط ممكن تكبر، او ورم في الرئه يظهر على شكل غدد ليمفاويه فوق الترقوه. واخيرا ربنا يحفظ حضراتكم من كل شر، وعايز افكرك تاني ان اغلب الحالات بتكون عاديه وبتاخد وقتها وبتختفي، بس الاحتياط واجب ونخلي بالنا.